ليه تعدد المصادر على قد ما هي حاجة كويسة، بس في نفس الوقت هي حاجة هتضرك. انت لما بتيجي تتعلم تراك من حتة معينة، فانت تلقائي بتفكر ان في حاجة ناقصاك في حتة تانية، فانت وانت بتذاكر بتوهم نفسك ان المصدر اللي انت بتذاكر منه ما هواش كافي، ما هواش لامم كل المعلومات اللي انت لازم تعرفها عن الحاجة اللي انت بتتعلمها دي. فبتيجي من نص الكورس كده تقوم سايبه وتروح على مصدر تاني، ظنا منك ان المصدر التاني ده هيكون فعلا افيد ليك وهيكمل لك الحاجة اللي انت عايزها او هيعلمك صح. بتفضل بقى في الدايرة دي اللي ما بتخلصش عشان تتعلم تول معينة. بدل ما هي مثلا الطبيعي بتاخد وقت معين، انت بتاخد اضعاف الوقت ده، عشان انت بتتنقل من مصدر لمصدر من غير ما تركز المصدر اصلا اللي انت كنت بتذاكر منه ده فعلا هيفيدك ولا لا. بتركز وانت بتذاكر المعلومة ولا لا. او في فئة تانية من الناس بتفكر ان انت عشان تتعلم التول المعينة دي لازم تلف على كل المصادر. يعني دلوقتي مثلا لو انت بتتعلم سيكوال، والسيكوال بتتقدم مثلا من داتا كامب، عندك مثلا كورسيرا، عندك مثلا كورسات بتاع الاي تو اي، في مثلا حد بيشرحها تاني كورس اونلاين، حد بينزل فيها مثلا سكريبتات في موقع مثلا بينزل عليها حاجات شرح. فالشخص اللي عايز يتعلم الحاجة دي هو ظنا منه عشان يبقى خلاص بقى يعني متعلم فيها كل حاجة لازم يلف على المصادر دي كلها. فانت للأسف لو عملت كده هتلاقي نفسك بتلف في دايرة مش عارف تخرج منها، لأن نفس المحتوى اللي بيتقدم هنا هو اللي بيتقدم هنا، نفس المحتوى يعني غالبا هتلاقي هو. انت بس بتشوف ايه اللي هيفيدك فعلا وايه المحتوى الصح اللي انت عايز تتعلمه. وما تفكرش ان انت هيفوتك حاجة لو ما اتعلمتش من كل المصادر، مش لازم تلف على كله. انت لو جبت كورس واحد من الكورسات دي كلها وفعلا اتعلمته صح، واللي بيشرح ده يعني كنت انت فاهم منه، فده يغنيك عن باقي الكورسات. حتى لو الحاجة اللي انت عايز تتعلمها دي متقدمة فيديو مجاني من اليوتيوب بتقارنه مثلا بكورس مدفوع، فلو انت هتقدر تحصل المعلومة من الفيديو ده فكده فعلا الفيديو ده قدر يغنيك عن الكورس التاني. مش شرط خالص ان انت تروح تشترك او ان انت تخلص كل المصادر اللي بتقدم المعلومة دي. فانت حاول على قد ما تقدر ان انت تختار الكورس الصح اللي فعلا هيوصل لك المعلومة الصح من الشخص اللي انت بتفهم منه. لو لقيت التلاتة دول في كورس خلاص ده فعلا هيقدر يغنيك عن كل حاجة.